تفتكروا يا ولاد الديب سكت؟ فاكرين الحلقة اللي فاتت اللي بدأنا فيها حكاية الديب والسبع معيز الصغننين؟ الديب مسكتش، ده راح جاب شوية صوف أبيض ولزقهم على جسمه كله وحط دقيق تاني على رجله، وراح خبط خبطة رقيقة خالص خالص وقال بصوت مسرسع: أنا ماما يا حلوين، افتحوا، أنا جيتلكوا وجبتلكوا معايا بسكويت. المعيز الصغيرين المرة دي صدقوا فعلا وفتحوا الباب، وفجأة الديب هجم عليهم ودخل وهو بيضحك ضحكة شريرة: نيها مسكتكم يا طعمين، نيها. المعيز جريوا واستخبوا في كل حتة، واحد تحت السرير وواحد في الدولاب وواحد ورا الستارة، لكن الديب كان سريع وقعد يطاردهم كلهم ولسه بقية الخرفان كمان بتستخبى، اللي نزل تحت الترابيزة ومعاه الأكل واللي قعد يستخبى ويدور على مكان يخش فيه، والديب فضل يطاردهم. بس هو ما كانش يعرف ان المعيز بتوعنا شطار جدا جدا ومجهزين خطة ما تخرش المية. أصغر معزة فيهم هو اللي كان مستخبي جوه ساعة الحائط الكبيرة، صفر صفارة قوية وقال: دلوقتي يا أبطال يلا بينا. وهنا بدأت أغنية المعركة المضحكة: واحد يزق والتاني يشده، واحد يزق والتاني يشده، والديب ده يقع والكل يصده. هاتوا الحبال يلا بسرعة واربطوا ديله، هاتوا الحبال يلا بسرعة واربطوا ديله، وخلوه يصوت ويخلص حيله. يا ديب يا مكار فاكرها تاكلنا بسرعة كمان، يا ديب يا مكار فاكرها تاكلنا بسرعة كمان. شكلك بقى وحش قوي قوي قوي، وقعت في الفخ وطلعت زي طرف الحقل كمان. ماما زمانها جاية في السكة بسرعة، وهتعمل منك شوربة ديب وفراخ وملوخية. المعيز الصغيرين قلبوا البيت لملعب كبير جدا، واحد جاب نبلة وضرب بيها الديب بالبونبوني، والتاني كب عليه زيت صابون خلاه يتزحلق ويقع على ظهره، وكل ما يقوم يقع تاني، كل ما يقوم يقع تاني. في اللحظة دي الباب اتفتح ودخلت ماما معزة. شافت المنظر، الديب مربوط بالحبال ومتبهدل بالدقيق وزيت الصابون، والمعيز بيتنططوا حواليه وهما بيضحكوا وفرحانين. ماما معزة مسكت المقشة وقالت: بقى انت عايز تاكل ولادي يا مكار؟ الديب من كتر الخوف والزحلقة اللي هو كان فيها فك نفسه وجري بأقصى سرعة وهو بيصوت: توبة توبة توبة، أنا مش هاجي الغابة دي تاني أبدا، توبة خلاص حرمت. ماما معزة حضنت ولادها السبعة وقالت لهم: برافو يا أبطال، الذكاء والقوة مع بعض بيغلبوا أي ديب. والتوتة توتة خلصت الحدوتة. بس استنوا، تعالوا هنا، حد فيكم شاف الديب وهو بيجري؟ ده لسه بيتزحلق لحد دلوقتي، انتوا معقولة مش متخيلين شكله؟ انا شايفاه قدامي وهو بيتزحلق. مستنية تقترح عليا حكاية جديدة في التعليقات. كانت معكم خالته أسماء، باي باي.